مسلسل ضرب نار الحلقة الخامسة. فراق ياسمين والعوضي والنار تاكل رزق الكوماندا. عرضت الليلة الحلقة الخامسة مسلسل ضرب نار للفنان ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، ويعرض العمل ضمن مسلسلات رمضان 2023، وشهدت عودة إلى الأحداث وقرار جابر أبو جديد العودة إلى الصعيد. وبدأت الحلقة بعودة ابن عم جابر ويريد العودة للصعيد ومواجهة الطار، وذهب جابر لمهرة إلى منزلها وقال لها: أنا مسافر البلد مع ولد عمي، اسمعي يا بنت الناس، لو ربنا نجاني ورجعت لك هنتجوز على طول، لو ما رجعتش اعرفي إني مت. لا ترد عليه مهرة: انت بتهرب، طب انا مش همسك فيك، بس هترجع مش هتلاقيني. لا يرد عليها: يا جابر افهمي، قلبي مقسوم نصين، نص معاكي والنص التاني مع اهلي. وترد مهرة من بيتها ثم تنهار من البكاء وتفتح الباب مرة أخرى وتحتضنه وتطلب منه أن يوعدها إنه سيعود لها مرة أخرى، ويوعدها جابر بذلك. رزق يشعل النار في أرض أولاد أبو جديد، وأشعل رزق النار في أرض جابر أبو جديد انتقاما منه، كما إن زيدان مجد المصري أشعل النار أيضا في محل عمل جابر كوماندا فتحة في بيت مهرة، انتقاما من رفض مهرة لعرض الزواج منه بسبب حبها لجابر. ومن ناحية أخرى تفاجأت مهرة بتجديد زيدان لمحل الكوماندا. الجانب الآخر عند أهله، من ناحية الجانب الآخر عند أهله أحب من كبير، ومن ناحية أخرى وينفعل عليه وهاجم رزق ووجه له التهديد بيده السلاح. وانتهت الحلقة بحادث شقيقة ياسمين عبد العزيز مهرة ودخولها إلى المستشفى، والمستشفى تطالبها بدفع 15,000 جنيه وتتفاجأ بدفع زيدان المبلغ كاملا. وأبطل مسلسل ضرب نار بطول كل من الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي والفنانة إيمان السيد وودرية طلبة وسهير المرشدي وهدى الأتربي وتامر نبيل وأحمد عبد الله محمود وتيسير عبد العزيز، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري. تدور أحداث مسلسل ضرب نار حول شخصية الكوماندا جابر أبو جديد القادم من الصعيد إلى القاهرة هاربا من الطار، ويواجه أحداث سينمائية حيث تقدم الفنانة ياسمين عبد العزيز شخصية مهرة فتاة من حي شبرا، وتتصارع أحداث المسلسل وسط جو كبير من التشويق. ويعرض الحلقة عبر شاشة قناة أون دراما الفضائية، ويعاد الحلقة الساعة 1:02 صباحا والساعة 8:15 صباحا.